كوبري ايفل المعلق. ايوه انت سمعتها صح، مش برج ايفل المعلق. الكوبري اللي معمول هنا في حديقه حيوان الجيزه قبل برج ايفل ب10 سنين. الكوبري اللي الهدف منه انه يوفر رؤيه من نقطه عاليه لكل الاشجار والمناطق اللي موجوده في حديقه الحيوان هنا. برج إيفل، واللي اتسمى على اسم ملك الحديد المهندس ألكسندر إيفل، واللي أنشأ أشهر معلم في فرنسا وفي العالم وهو برج إيفل. وفي وقت من الأوقات كان هنا قصر الجيزة قبل ما يتم إهدائه لحديقة الحيوان. الخديوي إسماعيل بعد ما عجبه كوبري في أوروبا أمر إن يتم إنشاء واحد زيه في مصر، بالتالي تم الاستعانة بالمهندس إيفل. رغبة الخديوي إسماعيل في إنشاء كوبري في الجزء ده كان بيواجهها مشكلة، وهي عدم وجود مناطق أو جبال مرتفعة، فتم إنشاء الجبلين دول، ومن بعدها تم إنشاء الكوبري ده، واللي بيعتبر تحفة إنشائية وأثرية كمان. وتاريخ إنشائه بيعتبر سابق لبرج إيفل ب10 سنين. الكوبري اللي بيعتبر تحفه معماريه واثريه واللي تم انشاؤه بدون نقطه لحام باستخدام الاسلاك